السلام عليكم خوتي، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. كما شفتوا في العنوان فهمتوا كلش جيناكم بواحد الموهبه جزائريه في هولندا. راهو حسم المصير الدولي نتاعو وقرر انه يمثل المنتخب الوطني الجزائري. يعني راهو دار تصريحات. اسم اللاعب هو رامز الزروكي. راهو يلعب في توينت في هولندا، في الدوري الهولندي. ودار تصريحات للموقع، يعني موقع مقرب للفريق نتاعو. وقال بلي اختار اللاعب للمنتخب الوطني الجزائري. قبل ما نبداو في التصريحات نتاعو نعرفوكم بهذا اللاعب. اللاعب اسمه رامز الزروكي، يلعب في توينت في الدوري الهولندي. مواليد 26 مايو 1998، في عمره 22 سنة. عنده جنسية هولندية وجنسية جزائرية. الطول نتاعو متر و83 سنتيمتر. المنصب تاعو الأساسي هو لاعب وسط، وعنده عقد مع فريق توينت إلى غاية 30 جوان 2023. المنصب الرئيسي نتاعو هو كما قلت لكم لاعب وسط، ويقدر يلعب لاعب وسط مدافع، ويقدر تاني يلعب ك آه، قلب دفاع. آه، خلق في أمستردام في عمره 22 سنة. عنده جنسية جزائرية وجنسية هولندية، ويلعب بالقدم اليمنى. نروح للقاء التصريحات تاعو. كما راكم تشوفوا هذه الصفحة مقربة الفريق نتاعو توينت فانس، هذه تاع مشجعين. العنوان تاعها الزروكي يختار سيلعب للجزائر. يخضع رامز الزروكي لعملية تطوير عاصفة في اف سي توينتي، يقضي الشاب الدقائق اللازمة هذا الموسم، ويمكن أن يبدأ في القاعدة اليوم، وذلك بفضل عدم وجود هذا اللاعب. يعني هم لعبوا ماتش واللاعب أساسي. أيضا بالاهتمام الدولي تيكرس حضر مواهب اللازم. الزروكي أيضا جعل من نفسه مسموعا. لاعب الوسط لم يتخذ بعد قرار بشأن البلد الذي يريده أن يلعب معه. على سبيل المثال، يعرف في بلد الجزائر أن اختيار الشاب يقع على عاتق المنتخب الجزائري، ويمكن للصغير أيضا أن يختار المنتخب الهولندي، لكن دع هذه الفرصة تمر. والده جزائري، والدته هولندية، وهو نفسه يقول ما يلي: تم اختياري، سألعب للجزائر. يعني راهو اختار اللاعب المنتخب الوطني الجزائري. مرحبا بك، مرحبا بك زروكي. ان شاء الله تكون في مستوى المنتخب الوطني الجزائري، وان شاء الله توصل حتى للفريق الاول. خوتي، هذا هو الفيديو اللي عندنا اليوم. نتلاقاو في فيديو جديد منضوجة لكم. السلام عليكم.